يعطيك العافية. لو أنا مقيم في السعودية وعايز أجي روسيا بغرض الجواز وفي بنت هناك يعني مستنياني وكده، تنصحني بإيه؟ بص، طالما أنت مقيم في السعودية يعني أنت مش في السعودي، فمش عارف يعني السعوديين دلوقتي أو الخليج مفتوح لهم الفيزا الإلكتروني بتاعت روسيا يعني اللي هي السياحة. المهم يعني بغض النظر سواء جنسيتك إيه، فأنت ممكن تيجي روسيا بفيزا السياحة. متاحة حاليا يعني تقريبا كل الجنسيات بتاخدها عادي، أو تيجي بأي نوع فيزا. المهم تخش روسيا وتيجي تروح مصلحة الأحوال المدنية تروح تسجله. تقريبا الجواز بياخد شهر أو أكتر على حسب يعني المكان اللي هتسجل فيه، يعني فيه متاح مواعيد أو لأ. وبس تتجوز، وبعد كده بعد ما تتجوز طبعا تكون مدة الفيزا بتاعتك هتكون قصيرة 3 شهور، يعني يوم ما تتنطط يوم ما تاخدها، سواء لو كانت دعوة خاصة مثلا. بعد كده بتاخد عقد الجواز ده وبتروح على كاتب العدل أو مكتب اسمه النotarius، بتعمل دعوة بسنة وتطلع برا البلد تفايز. تفايز يعني الفيزا دي وتيجي تاني تفايز الدعوة دي اللي هي بسنة وترجع تاني لزوجتك يعني. وبس.